السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا وصفتنا جميلة جدا، هنطبخه بط بالمرتة. جميل جدا، راح ينفع في العزايم، ينفع في أول يوم رمضان. بط بالمرتة طبعا انتوا عارفين بيبقى طعمه جميل جدا وريحة وطعم خطيرة. يلا نسموا بسم الله ونصلوا على الرسول ونشوفوا وصفتنا على طول. زي ما انتوا شايفين كده أنا معايا كيلو بصل. لو متوفر عندك البصل الأبيض بيبقى جميل جدا، بس أنا عشان عندي متوفر البصل الأحمر هعمل بيه. انا راح اجيب كبة ونعم البصل بتاعي في الكبة، بيبقى طعمه جميل جدا وبيبقى احلى من انك نعميه في الكبة. ما شاء الله البط بالمرتة هيعجبكم جدا جدا، كملي الفيديو للاخر وانت هتتبسطي منه. طبعا انا نعمت البصل بتاعي وضربته في الكبة حلوة زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله عليه جميل جدا. حضرت البهارات، حضرت فلفل وكمون وكزبرة ومعلقة شطة. طبعا مشهورة قوي المرتة بتبقى حراقة وتبقى طعمها جميل هي وحراقة، حسب اختيارك. عايزه تحطي شطه تحطي براحتك انت، بس احنا بنحبوها حراقه قوي هكتر لها الشطه. بيبقى طعمه جميل جدا. بط بالمرتة يا جماعه، مشهوره بورسعيد بالبط بالمرتة. بورسعيد كلها بتحب تاكل اول يوم رمضان بط. وزي ما انتم شايفين كده انا حطيت البهارات. اجيب معلقه ملح واحطها وفلفل اسود ومعلقه من السمنه بتخلي ريحتها جميله جدا. واخليها تدبل حاجه بسيطه جدا على البوتاجاز، يا دوبك تشرب من التتبيله كده وتسخن معانا البصل وراح شايلها من على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده سهل جدا بط بالمرتة وطعمه جميل ما شاء الله. انا مشغله البوتاجاز بس موطياه تدبل معانا البصله وخلاص. احط له معلقه سمنه. بشكر حبايبي واخواتي اللي بيتابعوني في القناه وبيكتبوا لي تعليقات وبيعملوا لي لايكات، بشكرهم جدا وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين جوا مصر وخارج مصر. ما خلصنا المرتة بتاعتنا طبعا ذكر البط كنت نقعاه يا جماعه انا بميه ودقيق وخل وليمون. البهارات الجميله دي احنا هدعكم من جوا بالبهارات الجميله، فلفل وكمون وكزبره. دعكته من بره ومن جوا خليته زي الفل بالبهارات عشان يطلع ريحته جميله. حطيت المرتة بتاعتي زي ما انتم شايفين عشان ما اطولش الفيديو عليكم. طبعا انا راح اكتفه بالطريقه دي. ذكر البط اللي جميل اللي قدامنا دي يا جماعه تربيه بيت. ربنا يحمي لي امي ويبارك لي فيها كل سنه هي طيبه، جايبه لي البط من الصعيد جاهز مغسول وحاجه مضمونه وجميله. انا كتفت الذكر بتاعي كده زي ما انتم شايفين، ذكر البط الجميل ده ما شاء الله تبارك الله. وحطيت الرجل بتاعه عشان ما يطلعش البصل ولا ما تنزلش المرتة في الشوربه. تحط الرجل او اللي تحط الجونصه، اي حاجه موجوده عندك مع البطايه الحوايج بتاعتها تحطيها. طبعا ديت يا جماعه البهارات والحاجات الجميله بتاعت الشوربه. انا معايا توم، معايا ورق اللورا، ومعايا حبهان ومستكه، ومعايا فلفل، معايا كمون، معايا بصل. كام ضرس من التوم كده زي ما انتم شايفين كده، ومعايا طماطمايه. ديت الحاجات الاساسيه اللي بتتحط مع ذكر البط اللي في الشوربه، تخلي الشوربه بتاعتك جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده انا معايا هنا حطيت حله على البوتاجاز، الميه غليت وحطيت ذكر البط وحطيت البهارات الجميله والبصل والثوم ما شاء الله تبارك الله. وحطيت معلقه صغيره من السكر عشان يطولش معانا ذكر البط بسرعه ويستوي معانا بسرعه. وخلاص على كده ما شاء الله تبارك الله ذكر البط معانا استوى. حيقته انا حطيت له يطلع معلقه ملح حسب يعني كميه الشوربه اللي معاكي. تجيبي سكينه كده وتفتحيه، تفتحيه كده من الجناب كان فتحة وتفتحيه من الظهر عشان يشرب من الشوربة كده اهو، يشرب من الملح ويتحيق معانا اللحمة بتاعته تتحيق من الملح. الطريقة دي جميلة جدا من البط بالمرتة، وامشي على خطواته وانت راح تعملي احلى شوربة واحلى بط بالمرتة. شربته جميلة جدا في المحشي الكرنب او الورق العنب ما شاء الله. اعملوا التقلية بتاعتنا الجميلة اللي تخلي ريحة البطاية زي العسل. انا معايا معلقتين سمنة نباتي وحطيت معلقة سمنة بلدي، يعني كده خلطت سمنة بلدي مع هلندي يا جماعة. طبعا حطيت طاسة على البوتاجاز وحطيت بصلاية قطعتها وراح اخليها تحمر معانا كده او تصفر. وزي ما انتوا شايفين كده بعد ما حطيت البصل انا اجيب نص معلقة من الملح واحطها. اجيب الفلفل واحطه كمان والكمون والكزبرة الناشفة. البهارات بتاعتنا الاساسية اللي بتتحط في الطبيخ دي يا جماعة اللي تبقى تخلي طعم الطبيخ جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين كده انا راح اقلب في البصل لغاية ما تحمر. وحمرت معانا البصلة ما شاء الله. اجيب الطماطم واحطها تتسبك مع الطماطم تسبيكة جميلة كده، ونروح ضربها في الخلاط ونعمها.
طبعا انا حاطه لها البهارات بتاعتي الجميله عشان تبقى ريحتها جميله جدا، والملح، ومظبطاها تظبيطه جميله جدا. طبعا التقليه بتاعتي راح احط لها كرناب من الشوربه عشان تتسبك كده وتستوي البصله مع الطماطم وتبرد، واروح ضربها في الخلاط. ما شاء الله عليها ريحتها جميله جدا التقليه. طبعا انا طلعت دكر البط كده اهو زي ما انتم شايفين من الشوربه، وكنت انا فتحته قدامكم كده عشان يشرب من الشوربه، والصدر بتاعه يستوى ويبقى معانا مستوي وجميل. دي التقليه يا جماعه ضربتها في الخلاط ناعمه معانا وجميله وريحتها جميله جدا، وكمان معموله لنا بالسمنه البلدي مخليه ريحه التقليه جميله. زي ما انتم شايفين كده البط بالمرتة جميله جدا، جربيه وانت هتتبسطي منه. مستوي معانا والصدر بتاعه مستوي، حاجه جميله وتحفه. هدهن دكر البط كده اهو بالتقليه بتاعتي من فوق ومن تحت كده، وادهنه كله ما خليش اي حاجه مش مدهونه فيه. بعد كده انا مشغله البوتاجاز، وانا مشغله الشوايه بتاعت البوتاجاز، واحطه تحت البوتاجاز يحمر من فوق ومن تحت باذن الله، واخلص الدكر البط وادهنه كله، وارجع لكم تاني باذن الله بعد ما وخلصنا الدكر البط بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده البط بالمرتة مفيش احلى ولا اطعم من البط بالمرتة. شربته دي يا جماعة جميلة جدا بجد، ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة. وخدش معانا سوا خالص، ما شاء الله عليه احمر معانا وجميل، والمرتة بتاعتنا مستوية وريحتها وطعمها جميل جدا. ويا رب يكون عجبكم البط بالمرتة وعجبكم الصنف بتاعنا، واشوفكم صنف تاني بإذن الله، والسلام عليكم.